ابو منوح ابو منوح. هلا وش بلاك؟ ابشرك ان جدتي وافقت. ما شاء الله زين. بس انها تبي 20,000 مع المعزة، وهذه معي الحين بالسيارة، ابي اوديها مصنعية اقص السلسلة والقفل لانها مضيعة المفتاح ما تدري وين هي حاطته. يلا بسرعة راح اجيب معزاك بسرعة قبل تهون. طيب خير ان شاء الله. وبعدين شوف سلم المعزة لجدة عمة ابوي. طيب يلا اروح اجيب المعزة الحين وابي اتسلف لي 20,000 من حد الربع واجيك ان شاء الله هناك. الو الفزع يا ابو ملوح، تعال انا بالشرطة الجنوبية. خير ان شاء الله. وش فيه؟ تعال بعدين تعرف. وش السالفة يا ابو سهتل؟ ترى انا سلمت المعزة كله لجدة عمة ابوك مع الفلوس. احول لا قوة. وش عندك انت؟ عندك مصيبة يبين وجهك يا ابن حلال. وحنا بالطريق قالت لي طنط ابي حليب. من هي طنط؟ جدتي. وش بلاك؟ قالت ابي حليب من البقالة. ويوم وقفت ودخلت البقالة خليت السيارة تشتغل، ويوم طلعت يمر السيارة يوم مرت تمشي 5,000 على له واحد متلطم ولابس له فروة خضراء، هو يهرب بالسيارة والمكينة وجدتي. طيب ليه ما بلغت العملية بسرعة؟ وش اللي جايبك لمركز الشرطة؟ بلغت وبعد بولو دوريت واقفة جيتهم قلت الرجال سرق سيارتي وبه جدتي والمكينة، وقالوا لا لازم تروح أول شيء للمركز وتكتب بلاغ سرقة وبعدين عاد نشوف. أبو منوح هذاك هو الضابط اللي عنده معاملتنا، خل نروح يمه.